مرحبا بكم. اش غادي نقولوا دابا؟ غادي نقولوا انتهت قضيه الفنانه المغنيه المشهوره اللي كان عليه حديث كثير وهضره كثيره، اللي هي باطمه، الفنانه باطمه. كما سمعنا وسمعوا الناس كاملين بأن المحكمة قالت الكلمة الأخيرة ديالها وتحكمات ب8 شهور ديال السجن. حسب المعلومات اللي كاينه دابا، القضية بقات في قضية السيد الحمل اللي عندها، هي حامل كما سمعنا، كما وصلنا الخبر. وغتشوف هنا العدالة هي اللي غتقرر شنو غدير، واش غتمشي للسجن كما تنقولوا ديريكت، او غادي ينتظروا تولد، او يعلم الله. حنا هاد القضيه هادي، هاد الحكم هذا حنا ما نقدروش نهضروا عليه، وماشي شغلنا شغل العداله. لكن شنو وصل هاد البنت، نقول البنت، شنو وصل هاد البنت لهذا المشكل هذا؟ باطمه هاد البنت كبرات في حي شعبي بحال الاحياء اللي حنا عايشين فيهم، اللي كبرنا فيهم، وكنا تعرفوا الاحياء الشعبيه ساكنين فيهم الناس فقراء والبسطاء وبعض الميسورين. حي شعبي اللي عطى ناس الغيوان وعطى جيل جلاله، حي شعبي اللي عطى باطمه الاب وباطمه العم في بين ناس الغيوان، واللي منهم جات هاد البنت هادي، جات من عائله ديال الفنانه، اذا من حقها تكون فنانه. هذا الفن بالوراثه، والفن بالوراثه معقول ان والديها والمسكن فين كبرات والدار فين كبرات وفين عاشت بين الفنانه. وكما تنعرفوا فرحنا لها كاملين، نهار الاول نهار بنت، وكانت واحد النجمه صاعده، وكانت في المستوى وعطات مزيان وتشهرات. ولكن بقى فيها ديما، بقات ديما ديك بنت الشعب وديك البنت اللي من الحي الشعبي، بقات ديما هكاك ما تبدلات شيء. باطمه تزوجات داك السيد داك الخليجي، ياك حسب ما تيقولوا رجل ميسور. وهنا من بعد الزواج ديالها وقع تغيير في حياتها، ما بقات شيء ديك باطمه اللي هي فنانه والسلام، ولكن ولات هي تشهرت بالغناء وتشهرت بالفن، ولكن هي شهرت راسها براسها، شهرت راسها براسها، ما بقاش تتخبي حتى شي حاجه من حياتها الخاصه، ولات تدري كيفاش تتعيش، شنو عندها، شنو عندها ديال الفلوس، شنو دارت لوجهها، شنو دارت الجمال ديالها باش يتقاد، شنو دارت هذه القفطه اللي لبسات، ها هي في العرس مع النقافات، مع كذا مع كذا مع كذا. هنا اش غنقول؟ نعطيكم واحد القضيه باش نفسر لكم. لما واحد البنت تتزوج وتيكون العرس تطلب فيه بزاف ديال الحوايج، ندير هادي وندير هادي ونجيب الجوق ونديروا كذا ونذبحوا ونعطيو الماكله ونقافها ونديروا. لما تدير هذا الشيء العروسه، لما تدير هذا الشيء، واش تديروا للرجال اللي غيحضروا؟ لا، تديروا للعيالات اللي غيحضروا في الحفله باش يديو ما يعاودوا. هي تقول ديما العيالات، تدير صحاباتها اللي كبروا معاها واللي عاشوا معاها باش يديو ما يعاودوا. العروسه تكلم هكا، العروسه تتبغي عرسها يكون كبير كذا كذا باش يعاودوا عليها. اي عروسه تتبغي تتزوج ودير عرسها يكون عرس كبير وفيه 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 ورجل زوين وكذا ويكون ميسور وكذا باش يعاودوا عليها. قد ما كثرات باش يعاودوا عليها، باش يعاودوا عليها العيالات
ماشي نقول باش يعاودوا على الرجال، ما عندهم ما يعاودوا الرجال. بقى يهضر شي عرس الدنيا هانيه تيمشي، لا قال شي كلمه هكا ولا هكا، اما العيال تيعاود يبقى قصاص وقصاص. وهنا فين كانت مشكلتها، بقات 3 شهور راسها باش يعاودوا عليها، و3 شهور باش يعاودوا لها صحاباتها، باش يعاودوا للعيال ديال الرباط وديال مراكش وديال فاس وكذا وكذا وكذا. ما خبات حتى شي حاجه، ما خبات حتى شي حاجه، وعطات اهميه لراسها وراجلها وزواجها، وما خباتهم شيء. واي حركه تدير تتبينها، اي حاجه تتزاد جديده بحياتها تتبينها، كل حاجه. وبغات تبان في كل واجهه، بغات تبان فيها، في اي حفله بغات تبان، في اي اجتماع بغات تبان، اي بلاصه بغات تبان، بغات تبان في كل شيء، لانها بنت الشعب وجات من حي شعبي. وحنا كنا جينا من الحي الشعبي، كنا حتى انا جيت من حي شعبي. وتلاحظوا ولاد عائله الميسورين والاغنياء، واخا تزاد عليهم شحال من حاجه وتيبقاو مبردين وتيبقاو مهبطين. وحنا ولاد البسطاء والفقراء تتزاد علينا شي حاجه تنبغيو نطيروا، تتزاد علينا تنبغيو نطيروا، خصنا نبينوا. تزادنا فلوس ما عشناش فيها، تنبغيو نبينوا، تنبغيو نكونوا. وهذا ماشي تنقول عليها زعما راه هذه غلطه دارتها ولا شي حاجه. هكا دايرين حنا، هكا دايرين. مني وجبد انا غدا غتعطيني شي الله اعلم شي فيراري وتعطيني شي حاجه ما عرفتش غندير، واش غنبقى ثابت ولا لا. تعطيني شي فلوس كثيره ما عرفتش غندير، واش غنبقى بحال هكا راجل ثقيل شويه، ولا غادي نولي انا تنطير. ما بقاش تعرف فلوس متى تدخلنا وحنا ما عشناش فيها، ما كبرناش فيها، تتلعب اللعب ديالها. اما الميسورين ولاد الاغنياء واخا تدخل عليه شي حاجه اوان كاع تعطيوها اهميه. الشيء اللي وقعت فيه باطمه لما جاب لها الله الخير والتيسير، ولا عندها الفلوس، جات واحد ميسور، وهذا بغات تقول لهم شوفوا شكون انا. والمصيبه بدات تتواجه مع الناس، تيقولوا فيها كلام خايب ترد عليهم، هذه يقول فيها كلام خايب ترد عليهم، هذه رد فعل. وكاع اللي تيبان في الفن ولا في الاعلام ولا في هذا، الا وكان عنده ناس تيشكروه، الناس تيصفقوا عليه وناس تيصفروا عليه، ناس تيصفقوا وناس تيصفروا عليه. هذا الشيء واقع علينا حتى انا واقع عليا دابا. واحد مجموعه الناس تيقولوا ما عندنا ما نسالك، وواحد مجموعه الناس من تيفيقوا تيشوفوا شي فيديو ديالي او تيجبدوا كاع اللي ما فيها شيء، ويدخلوا في حياتي الخاصه ويدخلوا في هذا. والله ما عرفتهم علاش، ولكن ما خص لهم واحد الحلقه ان شاء الله في المستقبل. هذا من جهه. باطمه شرط راسها بزاف، ولكن من شرط راسها نفسها، ماشي اغانيها، شرط نفسها شخصيتها، بغات تفرضها، بغات تفرض راسها وسط المجتمع الراقي، بغات تفرض راسها في كل بلاصه تحضر فيها، بغات تفرض راسها، تكون امام الكاميرا وامام هذه وامام هذه، بغات تفرض راسها. بدات تفتح واحد الباب منين دازوا ليها النصابه والخربقه والشلاهبيه ودوك صحاب الهاكر ودوك الجرائم الالكترونيه، دازوا ليها بنات ولاد، وقالوا لها راه كاين واحد المنبع اخر ديال الفلوس، ماشي غير غنى. شتي انتيا عندك منين تجيبي الفلوس كثر من هادشي اللي عندك، ومنين تدبري ومنين ديري ومنين كذا ومنين كذا ومنين كذا. ودخلوها معاهم ديك الجريمه اللي من اجلها تشدات. هاكا عباد الله كيديروا، ما كاينلاش نبقى نعاود هادشي ديالها، ما كاينلاش نعاودوا. انا ما مشيت تنبحث مع الناس اللي كانوا تيبحثوا معاها، وما قدش الملك اللي تقدمت به العداله، ما بقاش نزيد من راسي، وما تنطيقش بكلام الناس. اللي عرفت انا بان واحد العصابه دخلوا معها وبدلوا البنت المسار ديالها الفني من المسار ديال الجريمه اللي هي من اجل تقدمت العداله. ولما وقعت هذا الشيء هذا وبدا البحث في هذه القضيه هذه، بانوا الاعداء ديال باطمه كثر من الاصدقاء ديالها، بانوا الاعداء ديالها من الشعب. راك شتي في مراكش الناس خرجوا ضدها، خصها تشد، خصها تحكم، خصها كذا خصها كذا خصها كذا. وهي حتى هي في ذاك الوقت ما عرفتش بان الخطر كاين، عاودنا تراجع شويه اللور وتراجع وهذا وتطلب الغفران او تقول انا بريئه وهذا، لا تزادت فيه.
عفوا زادت فيه. وهنا تنقول للناس اللي ربي أعطاهم من خيره، لا في الفن ولا في الرياضة ولا في غير ولا في أي مجال، يردوا بالهم ما يتغيروش، ما يغيروش حياتهم. نذكركم بلطيفة رأفت، نذكركم بعزيزة جلال، نذكركم بنعيمة سميح. عزيزة جلال دازت واحد المسار فني كبير، وتعرفات على الصعيد الوطني والصعيد العالمي والصعيد المغاربي والصعيد العربي ككل، الصعيد الإسلامي، وطلعت الراية ديال المغرب في الغناء، وولات من الناس اللي غاديين في الطريق ديال المغنيات الكبار ديال مصر، غاده في الاتجاه. وتزوجات راجل ميسور، راجل خليجي، وقال لها ما تغني شيء، وما غنات شيء، ووقفت وبقات في الشعب وبقات في الناس، ودخلوا الناس كثار، قال لها رجعي للغناء، اش درتي لينا، رجعي، وما رجعت شيء. هزت معها واحد التاريخ زوين، وواحد الحياة كانت عندها زوينه، وخلات قيمتها بقات ليها حتى ما ترجع الله يرحمه، وغنت اخيرا شي حاجه سمعتها غنتها، وبقى عندها قيمتها، وبقى عزيزه جلال المغربيه، عزيزه جلال اللي تفتخروا بها. نعيمه سميح دوزت واحد الفصل جميل، ودوزت واحد الحياه زوينه، واغانيها اليوم تردوهم وتنهضروا وتنعاودوا غير الاغاني ديالها، ما تنقول شيء مصيبتها واحد مره وقع عليها. كذلك الاخت لطيفه رأفت اللي تنعتز بها، بنت هاد البلاد ديالنا، واللي بالنسبه لي واحد الفنانه كبيره، ودوزت واحد المرحله وباقى الحمد لله تعطي، وما سمعنا عليها غير خير، ما سمعنا حتى شي حاجه. حتى هي وقعوا لها حوايج في حياتها، حوايج شخصيه، حاجات عائليه، بانت وطفات. كل مغنيه تتبان شي حاجه تتبان وتطفى، الا ديال الباطنه ما بغاش تطفى. وما نهضروش عن المغنيات، كاين شيخات الله يرحمهم، وكاين شيخات راهم كاينين دابا، وكاين شيوخ ديال الاغنيه المغربيه، وكاين الناس في الطرب الاندلسي وفي الملحون بانوا ما وقع والو حتى طفاو بشويه وخلاو لنا شي حاجه نذكروها زوينه. بقى في الحال على هاد البنت، هاد باطمه اللي هي كانت بنت صغيره مغنيه وكبرات ودخلت الغناء ونجحت في الغناء، ودخلت الحياه الزوجيه، ودخلت الحياه ديال الشهره والنجوميه، ولكن بقات دريه للاسف، بقات دريه صغيره بقات تتلعب ما توقداتش، ما قالتش صافي انا تزوجت ولات مغنيه وكذا وتقال ودير التقالات كما تيقولوا، بقات تتلعب ودير بها صحاباتها، وتجيب بنات دربهم، وخدامه تتنقز هنا وهنا، والخطر تيشوفوا الناس، هي ما شافتوش، ما شافش في الخطر. واعوذ بالله من اشرت اليه اصابع ولو بالخير، هي الاصابع اشرت لها بالخير، ثم اشرت اليها بالشر في الاخر. الناس اشروا لها بالشر في الاخر، بقات تجيو لها بالشر، ولكن هي ما عطاتهاش حاجه اهميه، وبقات هي صايقها موجه ديال المشكل وديال الجريمه، ودغن بها مجرمين، ويا غادا الوسط يا ما عرفاش شنو كاين، وغادا صايقه حتى وصلت لهذا الشيء هذا. علاش درت هذه الحلقه هذه؟ انا من هنا تنقول لا الاعلاميين او الصحفيين او المغنيين او الرياضيين، خذوا عبره من هذه السيده هذه، يلا عطف عليك الله بالخير، وعطف عليك الله بالشهره، وعطف عليك الله من عنده شي حاجه يتمناها كل واحد. تثبت راسك وما تغوكش الفلوس، وما تخليش الناس في الاخر دوك ضحكه، وما تخليش الناس اللي كانوا تيصفقوا عليك ولاو يصفروا عليك، صفروا عليه. بقى الواحد غادي متزن، حيت الناس اليوم الجمهور يمكن ما كان، وما تيشوفوش غير تعطيهم انت في الكره ولا في الاغاني، ما تيشوفوا حتى شكون انت،
واش تدير في الخفاء، واش تدير يقد داك الشيء اللي تدير في الخفاء يطلع ويغلب على داك الشيء كاع تدير في الظاهر. رشنا ممثلين، شفنا مغنيين، شفنا كويريه مشاو مع الكوكايين، مشاو مع الغبره، مشاو مع هادين، ونشرت عليهم داك الشيء داروا خايب، تفضحوا به وكبروا به تهرسهم، ولا تيفكروا الناس شنو دار خايب، ما تيفكروش شنو دار زوين. نتمنى من الله هذه الرساله توصل، ونتمنى من الله كما كان الحال هاد البنت هادي، هاد البنت اللي الا هي كبيره في عمرها صغيره في عقلها، وهاد الشيء هاد المجرمين اللي دفعوها الدفعه هادي وهي صغيره، وما عرفتش تحمي نفسها، وما عرفتش تدافع على راسها، وفقت بهم وعرفت بان هذيك جريمه، عارفه بانها جريمه، ولكن قالت انا واخا جريمه ما عندهم ما يديو مني، انا مشهوره، تعرف الشخصيات، تعرف الحكام، وتعرف كذا، اش غيديو مني كاع، اش غيديو؟ لا هذا المغرب، هذا المغرب. واحد في المغرب بان حتى ولينا تنقولوا هذاك ما بقى منه حتى شي حاجه، وتصمو طاح بالله، طاح الارض وترس المغرب. والقانون لعب الدور ديالو، والمحكمه دار الدور ديالها. بقاو الناس تيتسناو اش يديروا مع باطمه، لا باطمه كذا كذا اللي عندها الوجهاء دافعين عليها، لا الدوله ما خافت منها، لا تتحميها. الناس كانوا غير تيبحثوا وتيصابوا في الملف، تيشوفوا في الملف، تيتاكدوا من القضايا وتيتابعوا، وهذا الشيء دخلوا فيه الخبراء، لان كان فيه تليفونات، وكان فيه هذا وكان فيه هذه، ودخلوا فيه ناس القضاء ودخلوا في هذا الشيء، وفي الاخر جمعوا الملف بحال هكا وقالوا انتهينا، اجوا الاحكام. وبهذا الحكم تسدوا الفام، وبهذا الحكم فضينا، وبين المغرب والقانون المغربي يعلو ولا يعلى عليه. دا شي واحد اليوم بينتنا باطمه، وبينتنا شي وحدين تقدموا للمحكمه في هذه الايام، وقبل هذه الايام ناس كبار تقدموا مشاو للحبس. حتى تنقولوا والله هذاك ما يقيسوه، ويلي انت هذاك ساهل لهم، ترى هذاك راه كذا، في الاخر تنتفاجئوا تيمشي للحبس، وتيدخل الحبس، والقانون المغربي يعلو ولا يعلى عليه. وهذا الشيء اللي بغيت نقول. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، تنتلاقاو من جديد في حلقه جديده. مرحبا وسهلا، رمضان كريم، ما بقاش فيه بزاف، وحنا غاديين معاه. اليوم انا نكملوا بخير وعلى خير، الله يطول عمركم وتشوفوا عامات وعامات ورمضانات اخرى ان شاء الله. الحلقه ديالنا اليوم لقيت الفائده فيها منها خارجه، الفائده ديال اليوم منها خارجه. التنبيه اللي غندير راه خارج من الحلقه، نيت جمعها باش مقاد. بكري باش يتزوج الولد كانت تمشي مو واختو ولا مو وعمتو، كانت تمشيو العيالات هما الاولين يهضروا في البنت، تتسمى مشاو يهضروا فيها لولدهم. من بعد يديروا فوقاش يجيو يخطبوا، تيجيو يخطبوا، تيجي مع باه الولد وكذا، وتيجي الولد ما تيجيش، الولد تيبقى في الدار، تا تيجيو يعطيوه النتيجه، حنا خطبناها ليك وكذا وكذا. اغلبيه الحالات كان الولد ما عندوش علاقه مع البنت، بكري ما كانش علاقه قبل، بنت فلانه معروفه وبنت فلانه معروفه، وكانوا من الخبايا ديال العيالات. انا نعاود لكم بعض القضايا تيديرهم، كانوا كري تنسمع من عند عماتي، من عند شي تعرفهم كذا كذا، من تيبغيو يعزوا البنت ماشي غير الجمال ديالها، تيبغيو يعرفوا شعرها واش طويل، تيوصلوا عند عندها السلف، تيبغيو يعرفوا الفورمه ديالها، تيمشيو معها للحمام او تيتبعوها للحمام، او تيحسوا فيها قبل ما يهضروا فيها، تيحسوا بها فوقاش غتمشي للحمام باش يمشيو يشوفوا الفورمه ديالها في الحمام، اصلا عندها فورمه وزينه وكذا وكذا وكذا. اي تعرفوها من جميع النواحي. اما بنتهم ما تعرفها حتى تجلس معاها وتهضر معاها وداك الشيء، تعرف شنو في راسها. تيقولها الولد، تيجلس تيقول لها غناخذ لك فلانه. شكون فلانه؟ بنت فلان. عنده شي بنت هذيك؟ ويلي عايشه بنته. عايشه هي كبيره ولا صغيره؟ الكبيره عايشه. انا فين شكون فيهم عايشه؟ حيت كاينه عايشه وشكون اخرى، كاينه فاطمه وشكون اخرى، كاينه يامنه. ما تيكونش عارف هو بالضبط شكون فيهم، لانه كان الدنيا بكري
البنات كانوا شادين راسهم مخبيين اللور، قليل تيمشي للمدرسه، ما تيكونش عندهم علاقات. هذوك بدينا حنا في المغرب كنا عايشين كانوا عفيفات بزمن منهم عفيفات، ما عمرهم يتلاقاو ولا ما عمرهم يتلاقاو لا هذه ولا هذه. سيرتو الناس اللي قبل منا شويه مازال حنا في لاج ديالنا بدا داكشي، بدا التعارف، بقى هذا البنت تيمشيو تيخطبوها، تيجيبوها ليه، تيشوفها، تيتزوج بها، صافي تيكون هكا. من بعد تغيرت الامور، ولا الاخت ماشي الام، الاخت تبقى مع صحاباتها وكذا، وتتولي تبقى في المدرسه وتولي تعرف، تولي عندها واحد السلطه في الدار، تتولي هي تعزل لخوها اللي عنده خواتاتو، تتعزل لهم، كاينه فلانه صاحبتي وتدير وكذا وكذا وكذا. من بعد لما ولا كل شيء موجود، ما نقولش البنات موجودين، كل شيء موجود، ولا الولد كما تنشوفوه دابا تيخطب راسو، اغلبيه يمكن باقي في الجبل او في البوادي شي وحدين تيمشيو يخطبوا ليه دارهم وكذا، ولا هو دابا هو اللي تيجيب البنت، هو اللي تيعرف البنت، تيتعرف معها ويعرفها وتعرفوا، وتتولي خليل ديالها وخليله ديالو، تيدابزوا تيتعرفوا تيداروا، عاد واحد النهار تتزيروا، اسيدي جي خطبني واحد السيد غيجي يخطبني، لا موتيش تخطبني راه غيجي اللي يخطبني كذا، عاد تيقول لهم خطبوا لي فلانه، من تيخطبوا لي ديك فلانه، عائلته تيخطبوا لي فلانه، تتولي الدار تتقسم على جوج، تتولي المعارضه، امو ما باغياش، خواتاتو باغينها، خواتاتو ما باغيهاش، امو تتقول دبر راسو، هو اللي بغاها يتزوج بها، الله يعاونو كذا 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 كذا. هادشي اللي جعل اليوم تنشوفوا بان واحد العدد كبير ديال البنات اول ما تتشرط تقول داري بوحدي، بكري ما كانتش تقول داري بوحدي، كانت تجي تلقى مو تسكن مع امو، كان الولد تيسكن مع امو، كان عرف وتقاليد وثقافه ديال الدري كان تيسكن مع امو. بحال دابا الشينوا الدري لابد ما يسكن مع والديه، ولابد ما يتكلف بوالديه، وهو يعيش والديه وكل شيء والديه. دابا لا ما بقاش. بون كان الولد هو تيقلب على البنت، هو اللي تيجيبها، هو اللي يقول دار خطبوها ليا، هو اللي تيديماري. قليل بعض العائلات، بعض المناطق اللي باقين فيهم ديك التقاليد ديالنا الاصيله باقيين تيخطبوا ليه، سيرتو الدواور، في الدوار دارهم تيمشي يخطبوا ليه، اما في المدينه هادشي اللي ولا، حتى تيقول المراه بغيت نتزوج، تقول انا وليدي انت شوف، انا راه لقيتيها، شكون هي؟ واحد البنت، اش تدير؟ خدامه وبنت من هي؟ بنت خدامه، انا خدامه في الخدمه، هي خدامه انا في الخدمه. وشنو بغيتي دابا؟ ونمشيو تهضر مع عائلتهم، فين كاينه دارهم؟ وليه تيولي خوه الصغير تيقول تنشوفك معاها، كنتو دايزين، اختو تتقول لي تنشوفك، انا صافي ما تنشوفكش، ياك تدخل مدوزه من غير الموطور، ساكنه ليه حدا المارشي، يلا تلقاي تعرفوها وتروح معاها بالدرب، كلشي تعرفها، ها تمشي يخطبوها ليه، ها وتاني زدنا شويه دابا، ولا العرض في السوشيال ميديا، ولا تنشوفوا البنات تعرضوا نفوسهم للزواج. انا عندي 45 سنه، اريد شخص كذا قداش في العمر، بغيت يكون عامل تيخدم داعو، وانا عندي رزقي وانا كذا. وتنشوفوا بزاف ديال البنات، شي وحدين تيصوروا بنت تيقول لك لا يمكن لك المرور بلا ما دير لايف، ولا دير شي حاجه، ولا اوكي ولا شي حاجه، ولا دير كومونتير، لان هذه بنت محترمه وعندها 35 عام وكذا، ما تعرفش، ولا كلشي ولا حتى الفوق هذوك هما ديال الحياه، شي وحدين عندهم الحي، ولا تيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللي فرق هذا الخبر او هذا الدعاء، اللي يشر هذا الدعاء عنده الجنه، حتى هو بغى يربح من اليوتيوب ومن هذا الشيء، وتيديروا هاد اللعبات. وبعدين تنشروا البنات، كاين اللي تيكذبوا، كاين اللي بنات بصح تيطلبوا الزواج وتيقولوا على حياتهم وداك الشيء، انتم شفتوهم وهادشي ولا كثير. وكاين شي وحدين ولا تيكذبوا، راكم تتشوفوهم، اللي تيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نشر هذا الدعاء 100 مره له كذا، باش يربح فلوس، باش انت تبقى دير داك الدعاء 100 مره. هادشي شي ولا بساله قباحه. والقباحه اللي شتانا بساله هي هاد البنات اللي تيعرضوا نفوسهم، واللي شحال من وحده تصيدات وكلات العصا، تتعرف مع واحد، تتعرف معه في فيسبوك، تعرف هي وياه، بقى على الهضره هو في مراكش وياه في وجده، ويبقاو على الهضره تتلقى هو وياها،
هي جايه بواحد النيه ديال هذا السيد تيقلب على هو ما باغي يلقاش البنت، تلقاك انت يقلب عليك انت تما، تيجي عندها تيقلب عليها تيلقاها اختي انا بغيت نتزوج ما لقيتش بنت الناس، زعما هو براك شوف في الدار البيضاء ولا ما عرفتش ولا ما كامل لقى بنات الناس، حتى غيلقى هو في الانترنيت عاد تبان ليه البنت اللي بغا هو. وهادشي اللي وقع واحد البنت كبيره في العمر، بنت زوينه في وجهها، ظريفه، عندها خيرها، لاباس عليها، بنت عائله خلاو لاباس تعيش، عايشه مرتاحه، تسنات الزواج ما جا شيء. دات 40 عام، قالت صافي انا يهزني الماء، بدات تدخل فيسبوك وتدار تصويرتها وقالت لي بغا يتزوجني كذا كذا. واحد من دينتها اتصل بها قال لها خصنا نتعرفوا وكذا وانا بغيت نتزوج وهذا. بقاو تيتراسلوا هو وياه تيتراسلوا جا عندها. هذا الدري كان تيقرا وصل الثانوي وخرج ما تيقراش، وخرج ما بقاش تيقرا، تيخدم مره هنا تيقلب على شي خدمه نقيه، ما بغاش هو شي خدمه اللي تكون فيها التكرفيس، واخا هو ما عنده مستوى، ما عنده شي لغه من غير العربيه، ما عندوش، عنده واحد الفرنساويه الله بدا فيها. اما اللي في حالته بقى تيقلب على بنت، تيقلب هو يمكن قبل هاد البنت هذه يمكن هذه حرفته، ولكن لقى هاد البنت ولقى فيها داكشي اللي بغا، اي انها كبر منه في العمر، اي انها هي معجبه به، اي ان عندها فلوس، لانه من نهار تعرفت معاه بدات تخرج معاه بدات تيقول لك كنت خدام ودابا وقفت من الخدمه، ولكن دابا قال لي الباترون باش غادي يجي سلعه غيعيط عليا، دابا واحد الشركه غاتسال عليا مشيت عندهم، دابا كذا تيكذب عليها، لا غاب عليها واحد الاسبوع تيقول له كنا خدامين، فهذا كنت خدام وكذا وكذا. البنت شافته تيخدم وتيوقف وتيقول لها اما الخدمه وقفات عندنا، لا وقع لي كذا كذا، ولا تتهلا فيه، عندها فلوسها، من تيمشيو شي قهوه تتخلص عليه تقول له انت ما خدامش، انت ما خدامش غير دير، ولا تجيب له لي كادو، ولا تتبغيه. اختي تقول لها انا دابا عندي خدمه مقطعه وانا بغيت خدمه رسميه عادي يمكن لي ناخذك، دابا الخدمه راك تشتي تنخدموا وقفوا سيزوني وكذا وكذا، والشتا هذه لا البرد هذا لا كذا. البنت مهليه فيه تعطيه اللي بغا، البنت جات شدت فيه وطلبت به مزيان، ولا تبغي مزيان، حس بها، ما بقاش تيخليها هي تخسر عليه، ولا هو تيطلب لها جيبي معك واحد 50,000 فرانك الا جيتي غدا. خطات تعيط لي في التليفون، فينك؟ انا كاينه، شوفي من تجي جيب معك شي 40,000 فرانك، من تجي جيب معك شي 30,000 فرانك. تيسافر هو وياها، هي تتخلص، تيدوز شي فيترينات، بغيت داك الصباط ولكن ما شحال داير في الثمن، تشريه ليه ولا دير ليه خاطرو في جميل باغياه باش يزيد يجرها لعندو ويبين لها بانه راه بغا يتزوجها. عرفها بختو، جاب اختو قال لها اختي راه غنتزوجها، ولكن قال اختو راه لاباس عليها اللي شرات لي الصباط وشرات لي وتعطيني وكذا وكذا، ومن تيجي لدارهم تيجي هاز الفروي تيهز هادشي تولي الخطيبه. دارهم اللي عارفين عليها بانه عنده علاقه مع واحد بنت لاباس عليها، هادشي تعرفوا دارهم، بنت لاباس عليها، تعرفوش زعما شكون هي بنت من، ولكن باش يعرفوها مزيان جاب اختو تعرفت معها وجابتها للدار، شافتها مو داكشي وهذا، ولات صاحبتها اختها جالسه في الدار، ولا هو تيقول لها برا ديري للوالده شي كادو ولا اختي شي كادو، ولا تجيب الكادو ديال بصح. دابا نفسرت تخشيطك بحال ديالي، تدي اختو لدارهم لاباس عليهم، تتوري حوايجها، خودي هذه ما بغيتهاش، خودي هذه، دي داك الصباط، دي كذا، دي هذه الوالده، هاكي دايره تفوت في جيبك، او لا واكلين معها الخبز مزيان. هاد البنت هذه ولات هذيك اختها لاصقاها بالمعقول، ولكن الدري ديما تيقول لها ودابا انا تشوفي الخدمه مقطعه وتشوفي كذا، ولكن الكاروطه تاخذي لي غانتيه وانا كذا بعض المرات تيغبر عليها وتيقول لاختو تا هي غبري، تيضرب 20 يوم وتيبان، تيعطلها بالتليفون وحنا مع تماره
وحنا خدامين هذا حسب التصريح ديالها اش تقول هي. رحنا مع تماره قولي الله يحسن الاوان، بقينا هاد الخدمه واش نبقى مقابلك انت تقول لي الله يعاونك الله يعاونك غير زيد تخدم مزيان تخدم. وكيفاش بغيتي ترسموني ما خدمتش يما هذا معك عاوتاني تيبان عاوتاني الخدمه كملات عاوتاني يلا نخرجوا يلا كذا تشري ليه تبغي اللي يبغى. دخلت عندهم شي مره للدار وقفت معهم في الكوزينه قالت لهم هذا الفران هذا خصكم تشوفوا شي فران هذا عنده جوج ديال الفرنوات هادو راه الله يستر تكون الكامله حدا البرمه ولا كذا يتكفحوا راه غير صغير خصكم تاخذوا شي واحد كبير. كاين واحد عنده 5 ديال الفرنوات مزيانين. قالت لي حتى نخرجوا انا وياك نشوفوا شي واحد. خرجت واحد النهار مع البنت مشات داتها المحل فين تيبيعوا ديك الوسائل ديال المطبخ اشترت ليها واحد كبير 4000 درهم 80,000 ريال حسب التصريح ديالها. 80,000 ريال في ذاك الوقيت هذه واحد 15 عام ولا 20 عام راه فلوس. جابتو للدار هيدو الفرن الاول. اليوم غدا يجي عندهم غدا من عندهم يجي عندهم واحد النهار اختو قالت لي اختي واش تعرفي صاحبتي تصاوب الثلاجات تزيد تخدم وتوقف وعندنا قديمه ما تعرفيش شي معلم سما شي صوبها. انا قالت لا خذوا ثلاجه جديده. وراه العائله ديال الرجاء حنت عليهم مشات جابت لهم ثلاجه جديده دخلتها لهم الدار. البنت ولات لاصقه فيها تخرج هي وياها وتجي هي وياها تنعس عندهم بقات تنعس عندهم. اختو متبعه بالتعليمات ديالو بالاوامر ديالو نسقي فيها طلبي ليها وكذا وكذا. هو ولا بحال الراجل تيمشي تيجي تيجلس. اختو ملي تيجي عندهم في الدار تتنعس عندهم. لما تتنعس عندهم عندها بيتها بوحدها تنعس فيه غير هي وراجلها لانه ولاك بحال راجلها لان عندهم الدار فوق من تحت ولا هو تيطلع الفوق ولا تقريبا مراتو صافي. واختها تتبات تقول والله تيتزوج بك واش انت حمقى وصلتوا لهذا الشيء وما غتزوجوش. البنت كانت بنت ما بقاتش بكر ولكن اليوم غدا خافت من الحمل. البنت بقات تتغوت معاه تقول لا سيدي عافاك دير معايا شي حل وهذا وهذا وهذا. واحد النهار شافها عيقات عليه ولا تتهضر دا عند واحد العدول. دخل عند العدول السلام عليكم السلام بخير سيدي لاباس بخير بك انا بغيت نتزوج بهاد البنت هادي. قال لي مرحبا وانا نديرو الكاريط وبغينا كذا وبغينا كذا. قال لي واخا سيدي ديروا لي شنو بغيتو ديروا في الصداق. البنت هي تقول الصداق لانه ما عندوش هي بغات الكاريط توري لعائلتها توري لواحد خوها تيجي عنده مره عاقبه عنده علاقه به تقول شكون هذا قال راه جاي يتزوج بيا. خوها ولا محكر عليها الكاريط. قال لهم واخا عطاو لي كارت ناسيونال ديالهم. هو جاب لا كارت ناسيونال فوتوكوبي. قال لي ما عندكش لاكارت؟ قال لي لا عندنا لاكارت اصليه. قال لي خصك تجيب لي لاكارت الاصليه. قال لي نجيبها لك راهي في الدار تلفى لي ولا نعاودها كاع نعاودها ونجيبها لك جديده. هادشي دار عند العدول قيدوا من العدول. الصداق شحال فيه؟ قال عطيه الصداق. قال عطيتها شحال عطيها مليون ياك دير مليون عطيها مليون. شدات مليون نعم شدات مليون. شديتي مليون شدات مليون. هاد البنت عازبه انا عازبه ياك سول عازبه باقا عازبه. البنت صافي الكاريط هذا تدير الكاريط فرحانه. عطيتها شي جواهر شحال عطيتها الدباج ديال الذهب. عندك الدباج؟ عندي الدباج. شحال الدباجه؟ عندي الدباج سيدي. الكوا تيقول لها واش عندك الدباج؟ هي تقول واش عندك الدباج؟ هي تقول دير الدباج عندك ديال الخوات ديال عندنا خوات تسكن بهم ديالي هادو عطيتهم لها. تتسالى شي حاجه في الكاريط؟ لا ما تنسالهاش. لا تتسالك شي حاجه؟ لا ما تتسالنيش. تسالك بنتي شي حاجه؟ لا سيدي ما تسالني شيء. انا دول تيشوف البنت هذا 42 عام جبر الله الدري صار منه. العدول ماشي مكلخ 40 كومبين كاين تما. البنت تقول ايه الولد قدك والبنت قدك كبار منه. صافي مشاو. قال لي شوف الكاريط حنا غنوجدوه لان الكاريط ما تعطيوش حنا الكاريط تعطيه القاضي. وهنا نقول واحد الخرجه بزاف الناس مشينا عند العدول وضرب الكاريط. العدول تيكتب تيحرر الكاريط تيحرروا تيكتبوا اللي تيجوجك راه هو القاضي هو اللي تيدخل عنده تيقرا وتيطبع وتيبصم يا ربي تيطبع وتيمضي تيقول نوافق على الزواج القاضي. اما العدول بوحدو راه ما تيصور الكاريط لكن تيحرر الكاريط
حتى غير تيكتبوا القاضي هو اللي تيوافق على الزواج، تيبداو تيقرا تكون بنت قاصره ولا كذا ولا كذا، هو اللي تيعطي فو فير العدو، تيقول ديال الكاريت ما ديروش كاع بهذه الحالات، تتكون بنت قاصره ولا ولد قاصر، هو اللي تيعطيه، هو اللي تيجتهد ويعطي القاضي، هو اللي تيجوج. حيت تمشيو نتحاكموا ولا كان شي مشكل تتحاكم عند القاضي ماشي عند العدول. هو قال لي القاضي صافي غادي قال لي العدول من بعد تجي عندي وجيب لي عافاك هذا، قال لي واخا. مشى دوز واحد 10 ايام، بنت تهضر معاه قالت لي ديتي لاكارت ناسيونال، ديتها ليه جبتي الكاريط، الكاريط راه نمشيو تنخلصوا عليه، داكشي تيتخلص عند القاضي باش نجيبو، شحال تيخلصوا عليه؟ قدا وقدا هاك، جيب عطاتو عاوتاني باش يجيب الكاريط. فلان جبتي الكاريط؟ مشيت وما لقيتش العدول، قال لي مسافر، عنده شي واحد مات ليه في البلاد بعد داكشي مسافر، هو واخا مشى. فلان جبتي الكاريط؟ وانا مشيت لقيتهم سادين وما سالوا معاه، انا مشيت مع 12 وما سدوا مع 12 وما سدوا مع 4، لا هما قال لي البنت عاوتاني انفجرات. واش هاد الكاريط ما بغاش يجي؟ هاد الكاريط خصو يجي. واحد النهار دازت عند داك العدول، قالت لي سيدي داك الكاريط جيت نروجيه، لا ما جابش لينا لاكارت ناسيونال، ما جابهاش لينا، عينا معاه. جات عنده، انت ما ديتيش لاكارت ناسيونال والكاريط باقي ما تصاوبش، وتضحك عليا وتدير عليا وتصاحبني انا كذا وتصاحبني كذا، واختو تتخاصم عليه وكذا، وانا لقيت صاحبو عطيتها لصاحبو، وصاحبو تيكون معاه هذا مالو مدوخ. شوفي الله يرحم باك، اما غتصبري انا غنجيب الكاريط اما بعدي مني، صافي بقيتش باغيك. صديقتو قالت لي غيجيب الكاريط هني، ما تمشيش عنده ورايا، ما تمشيش عنده، راه كيما الراجل، وتمشي عند قاضي انت عند العدول الاخباري، وانت ما الراجل تعرفي اش تدير ولا لا؟ ناخي دازو عندنا حالات، حنا في السلطه القضائيه دازو عندنا حالات، بعض المرات تتورط شي مرة في شي مصيبة، راجلها ما قادش يربيها، تدخل في شي مشكل، دار تنشدوها، تيجي راجلها تيبقى يقول لنا اسوا سيدي بغيت شي حاجة هضر معايا انا، هاد كلام الراجل، مسدود على السرقة هو تيقول مرت الراجل، مسدود على اجهاض هو تيقول لك اسيدي راه مرت الراجل. مرت الراجل ما تيدوهاش للبوليس بالمينوط في يديها، ما تتكونش لابيجي جالسة تتبكي. مرت الراجل ما تمشيش للكوميسار شدوها خصومه مع الجيران، وهزت واحد الحجر ضرب الجاره ديالها، من تطلع عند البوليس وشدوها البوليس ما تبقاش مرت الراجل، تتولي ديال البوليس ديال المخزن. مرت الراجل هي اللي ما تمشيش للمخزن، ما تقربش للمخزن، ما تقلبش على الصداع. واش وحده اللي مدابزه في الحمام وهازه سطل وضاربه امراه ويجيو البوليس يديوها، باقي انت تمشي لابرونس تقول سيدي راه مرت الراجل هادي اجيو عندي انا، سير تسنى ليه مرتك، سير تسنى ليه، وتهبط ليه يقول زيد ليه سير داك البوطو وقف تما. الا بغيت مرتي ما تبقاش بهذا الشيء، نعتبرها مرت الراجل، نعتبر راسي راجل ماشي بالحكام وداك الشيء، لا انت طالقه تدير مشاكل، وفي الاخر تقول لهم هذه مرت الراجل، هذيك المراه اللي ديتو راه مرت الراجل، انا والله ما نطلق منكم، تيجي تصور زعما تيصور البوليس هز مرتو تيديرها. بزاف الناس لاحظتهم هاد الايام في هاد القضيه ديال الهدم وهذا الشيء اللي تيحيدوا يحرروا الملك العام وداك الشيء، تلقى بزاف الناس ديال السلطه تيحيدوا ليه داك الشيء، داك الشيء اللي بنى فوق الملك العام، وداك الشيء اللي دار هو زعما تيصورهم، صافي حيد تيصور قيدها، تيصور كذا، زعما التصويره غنغرقهم نصور. الاخر تيقول لي خو صورتيهم صور تراكس تيصور تراكس، تشوفوا زعما انا غنوريكم، صورتوني انا غنوريكم، هذوك تصور فيه غاديهم غاديهم القيد راه كاين تما، غاديهم بوليس راه كاين تما، غاديهم الباشا راه كاين تما، غاديهم وكيل الملك غتقول انا صورتهم، يقول لك صورتهم بالاخبارهم، شكون كتصورهم؟ قالوا ما تيقولش هادشي، ولاو شادينك. مابقاش خيركم، انا تنقول الناس ديال الشرطه وديال القوات المساعده وديال المقدمين ديال القيادة والبشوات، علاش تتخاصموا مع شي واحد تشوفي تتصور، تقول حيد ما تصورش، سير ليه خليه يصور، خليه يصور، اش غيدير بالتصاور؟ على انت تدير شي حاجه ممنوعه، شي حاجه تديرها ممنوعه، تدير القانون، ولا شي واحد تيغوت كيما قلت لكم، تيغوت اسيدي هيا الترخيص، لا بغى يحيد لك يحيد لك داكشي، واخا الترخيص قانون هذا، رخصه مؤقته، قلتها وعاودتها، رخصه مؤقته، نحيدوها لك من نبغيو نحيدوها لك،
نرجعو للحديث ديالنا. اش دار هو لما نوضت مع هاد الصداع هذا وهاد الشيء، واختو عاونتها سير جيب لها الكاريط، ما تجيب لها الكاريط كذا كذا، راه خوها بغى يشوف الكاريط وداك الشيء. مشى جاب الكاريط، جاب لها الكاريط، مكتوب فيه الكاريط، مكتوب انا زوجت فلانه طاعة الله ورسوله كذا وطاطا 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 وطاطا. جابو شافوا الكاريط مكتوب والله الا مزيان، يا سميتك كذا، ها سميتي، ها الفلوس اللي درنا هو درنا، انت مزوجه، صلتوا على النبي، انت مزوجه، ومن على هاد الصداعات. صافي تهنينا. واحد خوها دايز في المخزن ومطور، قال لها العدو اللي صاب لكم هاد الكاريط، شاف الكاريط بقى تيشوف فيه، تيشوف الكاريط، قال لها العدو اللي صاب لك الكاريط فين كاين؟ قالت له العدو هو فلان كذا، راه معروف. قال لها بغيت كنت تكوني بوحدك ونمشي انا وياك، بلا هو بغيت نمشي انا وياك، دي معاك نسخه ديال الكاريط، حيت هو صور لها تقول لها عطيني الكاريط نخليه عندي، تقول لها لا غير فوتوكوبي، نعطيها لك، عطاها فوتوكوبي. خوها مشى مع عند داك العدول، مشى عند العدول، السلام عليكم السلام، قال له ودي شوف لي هاد الكاريط الله يعطيك الصحة، راك صوبتي انت وهذا وهذا. قال ما نشوف، هاد الكاريط هذا ماشي ديالنا، هذا فيه جوج عدول اخرين، السي فلان والسي فلان هما اللي في الكاريط، هما حدانا هنايا، ماشي ديالنا هاد الكاريط هذا. هاد الكاريط شوف شكال، قال لي هاد الكاريط هذا فوتوكوبي، قال لي فوتوكوبي. قال لي العجب، شي كتابة ماشي بحال الكتابة، حيت خوها دخلو الشك في داك الكاريط، في داك العقد. مشى عند داك العدول اللي هو في الكاريط، العدول شافوه جبد الريجيست، قال لي لا، هذا الرقم هذا عطيناه لواحد اخر سميتو فلان مع فلانة، هادو عمرهم ما جاو عندنا حنايا، عمرهم ما جاو عندنا هاد السيدة هادي، نشوف لاكار ديالك، شافها لا، هاد الكاريط عنده هاد الرقم، هاد الرقم عندنا في الريجيست، ولكن ماشي ديالكم نتوما، ديال انت وراجلك اللي تتقولي هاد الاسماء، لا هادي ديال ناس اخرين، وهذا فوقاش مصاوب، هذا مصاوب دابا شي 4 سنين، هذا باش مصاوب هاد مواليه. خوها شك في داك الكاريط، شك فيه وشاف في المظهر ديالو الكاريط باش مصاوب وداك الشيء. المراه وهي وخوها مشاو عنده، قال يا خويا هاد الكاريط هذا هو ديال داك العدو اللي كنا عنده، كنا قال قال لا، العدو ما عندوش هاد الشيء هذا، العدو ما عندوش، ما صابش هاد الكاريط هذا، هادو صابوا لي عندنا الاخرين، هي سميتهم فلان وفلان، وهذاك هو سميتو، وهاد الكاريط هذا، هاد الرقم نعطي لواحد الكاريط اخر اللي مولاتو فلان وفلان، مقيدين كلشي في ورقه، وهاد الكاريط هذا مزور، منين جبتي هاد الكاريط؟ قال لا ما عند العدول، قال لا ما نمشيش معاك، صافي وانا ما بقيتش مزوج بك انا كاع، سير دير اللي بغيتي. السيده هضرت مع دارهم، هضرت مع امها مع عمو مع اختو، قالت لهم شوفوا انا ضيعت فلوسي، انا فلوس مسلفاها لكم، سلفتهم فلوس مسلفها لك انت وامك، وفلوس شريت لكم البوطه، شريت لكم الثلاجه، درت لكم الصالون، درت لكم هذه، هذا ولدك دابا لقيتو بانه ما دارش بيه الكاريط، ما تزوجش بيه، كذب عليا، العدو اللي مشينا عنده ماشي هو العدو اللي عطاني الكاريط. قال ما عندنا ما نديرو لك، قالت لي غنهز الثلاجه ونزل، قال والله ما تهزي حاجه، ما ناس مشات، درت شي كاين وكيل الملك، وكيل الملك عطى تعليمات الضابطه القضائيه، القضيه دازت لابيجي، عيطوا لها جات، كيفاش وقع اسيدي، هاش وقع لابيجي، مشاو من اجل البحث، استنادات تعليمات السيد وكيل الملك، مشاو عند العدول، قال العدول لا، هاد الكاريط ما صوبتوش ديال فلان، مشاو عند فلان بداو به، دار محضر داك العدول، تيقول هاد الكاريط عمري ما صوبتو، الاخر تيقول صوبتو، ولكن ماشي ديال هاد الناس، ديال ناس اخرين، هما في الريجيست، صوروا الريجيست. مشاو جابو البنت دات المحضر ديالها والشكايه ديالها، مشاو جابو المعني بالامر، اختو امو، قالوا لي كيفاش هاد الكاريط هذا كيفاش درتي ليه؟ اش غيقول لهم؟ اش غيقول الشرطه القضائيه في وقتها؟ اش غيقول لهم؟ قال لهم انا واحد الدري دار لي سكانير، قادوا ليا وصاوبوا ليا، وجبنا واحد الكاريط دبر فيه داك الدري صاحبي هو اللي جابوا ليا، وحيدنا الاسماء ديالي وديالها، درنا فيه الاسماء ديالي، ومحينا الاسماء اللي كانوا قبل، وخلينا التواريخ وخلينا كل شيء وكذا وكذا، ودرنا سكانينا وجبناه. انا كاريط اللي سكانيتي هو هذا عطيتي فوق كوبي ديالها، وهذا باين مزور، هذا باين مزور، جيب صاحبك. جاب صاحبو، قال لهم نعم هذاك الكاريط
انا اللي جبتو ليه، اش غيقول؟ جبتو ليه ديال من؟ ديال واحد الاخ ديالي، خدا الكاريط ديال الاخ ديالو وجابوا ليه بالمقابل بالفلوس. كان تيقول لي عطيهم فلوس نديهم لهذول، كان تيجيهم لهذاك. وهذاك اختصاصي في التزوير حيد السميه ديال خوه ديال اختو ديال خوه وديال مرت خوه، وحيد السميه ديال الوالدين، ولصق داروا السميات وقادوهم وصاوبوا داك الشيء ومشى داروا سكاناه، خرج سكاناه فوتوكوبي قال لها الكاريط، وعرفوا ماشي كاريط. خويا شافوه سير ماشي هذا هو الكاريط المعتاد، هذا فيه الخدمه. هذا الكاريط هذا ما يمكنش. اعترف هو ما بغاش يتزوج بها، تيقول لهم انا ما كنتش نتزوج بها، كنت ناوي نمشي لبرا، وعاد نجيبها وعاد نتزوج بها تما برا وندير بها الكاريط برا. هو كان تيقلب ولقى تيقلب على شي وحده عندها فلوس كبر منو في العمر، مريله كما تيقولوا، ويتزوج على الفلوس او ياخذ على الفلوس او يدير خليل على الفلوس. بحال واحد الظاهره ولات في الشباب ديالنا اليوم، بعض الشباب اليوم كاينين وموجودين، ولاو تعرفوا اليوم ولات العامله ديال البنات، العامله ديال الانثى ديال المراه اليوم ولاو بزاف البنات خدامين، لا في كازا لا في الرباط راه كذا، ولاو موظفات ولاو كذا. وكاين شي وحدين غادي يقلبوا على شي وحده مريله عندها فلوس، واخا تكون كبر منه، تكون ميمه ولا شي حاجه كما تيقولوا، خصهم فلوس. تيقلب على شي بنت موظفه، شي بنت تخلص منه وتيقرب ليها، غيتزوج بها كذا كذا، تولي تخلص عليه القهوه، تخلص عليه كذا وشي الكار وتدور معاه وكذا وكذا. شحال من واحد خدام شي خدمه عيانه مهلوكه، مشي قلب على شي بنت شويه مدوره دار من لاباس عليه وخدامه وتيبقى ياكل فيها. بكري ما كانش هادشي، بكري البنت كانت تخرج ما عندهاش ريال، الا خرجت مع شي ولد هو تيتكلف. اليوم ولاو الدراري طماعين، واليوم تتسمع واحد شي ولاد تيقول لك وقع على واحد خيتي وبوكو فلوس، على واحد خيتي بوكو فلوس، قال لها غنتزوج بك وطحنها مزيان. راه كاين وصلت مع شي واحد شات ليه الطوموبيل، كاين شات ليه موطور وغاتيقل النهار كله تسرقل ما تيدير حتى حاجه. هذا من ذاك النوع. قلب على السيده مع كان بخير عليها وكذا وكذا، قلب ومشى ليها. يمكن هو كان تيقلب في الفيسبوك تيقلب شي تلقاها، مشي مع هذه ما عندهاش، مشي مع هذه تلقى هذه عندها، وكبر منه في العمر، بغاتو عشقاتو حباتو وبقى يطحن فيها، وزاد معها غادي بها من ما بقات شي سلت دار كاريط مزور ووراه ليها وحصل وتقدم. وهاد التزوير ديال الوثائق الرسميه، هاد التزوير ديال تزور شي ورقه ديال الدوله، شي ورقه خديتها من كارت ناسيونال، ولا تزور عقد زياد، تزور كاريط، تزور الاوراق الرسميه ديال الدوله تزورهم فيهم 10 سنين تزوير. هو خدا 5 سنين، تهلاو فيه هو وصاحبه، تكون عصابه اجراميه هو وصاحبه. يلا اختو فلتات، ان اختو تقول انا غاتي يقول لي تابعه هي امه. هو خدا 5 سنين وصاحبو 5 سنين. انا زور اللي مهم زور. علاش جبدنا هذا الموضوع هذا على البنات اللي دابا تشوفهم في لي السوسيال ميديا، وتشوفهم في التليفون في البورطابل تيتزوجوا عن بعد، تيتصاحبوا عن بعد، تيديروا خليل عن بعد. ردي بالك، ماشي ولد مدينة تكون تحداه وعارفه مو اختو فين ساكن واش تيدير وهذا وهذا، هو ملا وتيليه وتديري مع هذا. شحال من بنت طلقات يا خويا، واحد الولد دار معايا وفي الاخر دار ليا ودار ليا. وانت اذا انت شيطان انت تقلب على واحد في مدينه اخرى. وريوني شي وحده، انا حد الساعه ما جاتني شي وحده تقول لي انا تزوجت غير كذا كذا الحمد لله خرجت لي مع القضيه طريفه. الله اعلم، كاينين انا شي وحده تيقول لي غير اللي عندهم مشاكل وحلول في المشاكل. نتمنى والله هذه الحلقه تعجبكم، والى الغد ان شاء الله. خلاص عبد القادر، مرحبا بكم، تنتلاقاو من جديد في حلقه جديده. اليوم ندير لكم 2 حلقات، لانه تندير شي وحده قصيره ندير فيها 20 دقيقه ولا 30 دقيقه. غتغسلوا لي في الكومونتير، سي خراس درتيها قصيره اليوم، علاش درتيها قصيره اليوم، هذه راه طويله. تكون شي حاجه قصيره تنكمل عليها، تنزيدها حلقه اخرى، ندير جريمه ثانيه. الجريمه ديال اليوم، واحد الراجل بياع شراي تيبيع ويشري، عنده واحد الحانوت كبير، واحد الهريك تيبيع فيه، ما نذكرش المواد اللي تيبيعها الله يرحمه، بياع شراي. عنده وليداتو، عنده مراتو، راجل عادي. شويه صحته بدات تضعف، جاب واحد السيد من البلاد تيجي من عائلته،
جابوه على صحته، جابوه لأنه صحيح أولا، واخا هو ما قاري شيء صحيح وبان. جابوه لولاد آخر كان خدام شي فران في البلاد، خدام شي فران تيطيب الخبزة ديال الخدمة تعرف يجيب. مشى تما للبلاد واحد النهار عجبوه، جابوه قال لي يلاه معنا تخدم معايا. جابوه ولا ولي مكلف، السلعة خارجة داخلة، نبيعو الشرا من الظهر، هو خدام، الراجل جالس معاه تما في ذاك الهري، هو تيبيع ويشري داك المواد اللي تيبيع. واحد النهار راجل مات، توفى مات، حسب البحث مات موت الله، أو يقال أنه مات موت الله. مات هذاك السيد، تعلم شوية الحرفة وتعلم شوية الخدمة، وبقى هو اللي مكلف. المرأة في دارها، مرت المرحوم